السلام عليكم. احنا بنعمل دلوقتي الفيديو قبل الفطار. ايوه عشان ما فيش، مش ركزوا. هعرف ادوق. عشان ايه بقى؟ مش كل شويه عشان تقولوا كذا لي حد بيقول لي ايه ده، هو انتوا بتعملوا الفيديو بعد الفطار لا بتدوقوا؟ بتدوقي بتدوقوا ازاي؟ بتدوقي انتوا فاطرين؟ العصير. انتوا مش عارفه ايه يا جماعه، بنعمل بعد الفطار. بس النهارده ايام قبل الجيم الفطار. بنعمل بعد الفطار، النهارده مفيش في جيم الجيم. النهارده. بكره فيه. فقبل الفطار بكره هناكل بعد فعامله الفطار كميه اكل اهي عشان تقعد معانا لبكره. لبكره. بصوا قلت اوريكم دول جايبينهم من الجيم. ازايز دي بتاعتي ودي بتاعت بنتي مريم، حلوين. خدي على الشيلين فكره انت اللي اخترتي اللونين، ممكن اقول لك لا انا هعكس اختار التاني. انت تاخدي الزرقاء يعني؟ لا، أخد انا اللي الزرقاء. مختاره اللون عشان انت بتحبي اللون ده وجوش بيحبه، فانا بحب اللون الازرق. حسيته تقيل قوي. المهم بصوا انا عندي بسله، عندنا بسله فريش مريم اللي كانت مفرزاها، بس لقيت عندي الكيسين دول فقلت يعني عشان ما يبوظوش، وانا هعمل الكميه دي عشان تقعد معانا لبكره. احنا بنحبها قوي على فكره، يعني لو ممكن نخلصها عشان احنا بنحبها قوي. فدي البسله بالجزر اهي، وهعمل لحمه. بس القطع دي كبيره فهقطع القطع دي انصاص يعني عشان ايه؟ حاساها كبيره قوي عليا. حلو. اه على فكره شكلها شيك قوي، عجبتني. وهنعمل لسان عصفور عشان العيال. و هو مش معانا، هو قاعد في الحمام بيتفرج على فيديوهات. وهنعمل ايه تاني؟ وهعمل رز بشعريه، وهعمل معاكم العصير الكوكتيل اللي انا قلت لكم خلاص هعتمد في كل ايه. بنتي مريم مش راضيه. جايبين حاجه حلوه اللي هي ايه، لقه. لا جايبين اللقه. يقول لك لا بعد الفطار هنوريكم اللقه. هعمل فيديو ونجربها ونجرب اللقه عامله ازاي. اللقه هنجرب اشوف هتطلع حطيتها في التلاجة. مش قادره اتحرك خالص، رجليا واقفه الاتنين. امبارح عملنا تمرينات للرجل فالدنيا واقفه خالص، صعبه. مش قادرين نمشي ولا انا ولا هي في الشارع. هعمل بقى، هجهز الحاجه وبعدين ايه، هجيب الطماطم يا جماعه احنا بنعصرها تضرب في الخلاط. هتبقى فريش. هوريها لكم. هاتي المشتريات وراها. انا جايبه كيلو. احنا مش جايبين مشتريات حاجات كتير يعني. انا جايبه كيلو طماطم بس عشان لقيتها مش حلوه. وايه وجزر. بس انا هشيل الجزر ده في التلاجة لان هي البسله فيها جزر. لا انا عايزاه للشوربه عشان بتاعت هعمل لسان عصفور. بقيت احط خلاص الجزر في كل حاجه. هي واحده حلوه. لا هاتي واحده تاني. في جزر في التلاجة. طيب هاتي دي عشان تجيبي. بصوا بقى بالذات الخضار لما بيجي يتعمل انا دي ماما اللي معلماني كده. بتجيبي شيلي دول واعملي كل دول. بتجيبي الطماطم وتضربيها في الخلاط وبعد كده بتعصريها، بتصفيها وتبداي تعملي بيها وببصله وتبداي تعملي بيها الاكل. بصوا بقى هبدا انضف كل حاجه واجهز كل حاجه وارجع اوريكم بقى. بصوا كده اللحمه اهي، بس انا لسه هحطها لها الميه تغلي. الميه بقى بحط فيها فلفل اسود وبحط ورق لورا، وكنت الاول بحط الجزر بحط حبهان. لا ما بحبش الحبهان. لا حبهان انا بحب. المهم كنت انا بحط الجزره سليمه بس عشان تعملي شوربه لسان عصفور بتبقى تحفه والجزر مبشور. الجزر. وبحط طماطميتين. هوريكم طبعا في الاخر بس ايه يعني عبال ما انا انجز عشان ما فيش وقت. الساعه 4:30. بصوا كده الطماطم اهي هضربها بقى، يعني انتوا معانا في فقره الدوشه. حلوه على البسله اللي انا مطلعاها دي الكيلو طماطم وطماطميتين زياده، فحلو عليها قوي كده. لان انتوا كمان لما بتتسبك انتوا بتزودوا من شوربه اللحمه اللي انتوا بتسلقوها والفراخ عامه، وبتزودوا فيها البسله. اكيد انتوا عارفين بتعملوها ازاي يعني. وطول ما انا صايمه وبعمل اي فطار زي الحاجات الخضار او لسان عصفور او الحاجات اللي هي بتبقى سايله دي ما بحطش فيها ملح. بحط بعد ما الاذان يأذن احط ملح عشان اعرف ادوق عشان ما ملحش الاكل. لكن الرز والحاجات دي بحط، عارفين بتطلع دلع عامه كل مره. بحط حاجات بسيطه قوي. بقول مش مشكله تطلع دلع لما تبقى حادقه عشان بس الامور. هضرب بقى واجي نصفيها سوا. بصوا البيتشي مريم من ورا الكواليس بتعمل هي بصلايه وبتعمل عملت الرز. بصوا بقى بصفي. انا مش عارفه ليه حوار التصفيه بتاعت بالذات الصلصه بتاعت الطبيخ. ليه يا مريم ما تعرفيش؟
صحيا عشان الحاجات اللي هي الحبوب الصغيره دي اصلا بتتعب الكلى والحاجات دي. لا اشمعنى ما بتتعمل في كل حاجه. بتبقى باينه قوي لما معظم بتتسبك، الأكل. بتبقى باينه اللي هي الحاجات الصغيره، مش عارفه اسمها ايه، البذور دي شكلها بقى وحش اصلا. اشمعنى في طبيعي. هي طب صحيا ان انت تصفوا الحاجات اللي هي الصغيره دي، لان هي بتعمل ما بحبهاش في بتتعب الكلى الجوافه. بعدين. ما هي في الجوفه دي بتطرقع السنان، فرك السنان. هتحبيها ازاي في الجوافه؟ بصي اصفي بقى وفي في شويه زيت على النار بتحمري بصلايه مش توم، غير انا بحب اصلا صلصه الطماطم بتبقى بالثوم، بس الطبيخ بتبقى ببصلايه. اول ما بتتحمر بتحطي الصلصه تتسبك وربع ساعه بالظبط، وبعدين تحطي الخضار وتزودي بقى عليها. انا بحط فيها بصراحه، بحط فيها قطع اللحمه وبحط بقى الشوربه اللي انا عايزاها، وبسيبها بقى كل حاجه تستوي من بعضها. في الاخر خالص بس بحط اللحمه الملح. بتبقى مستويه برضه. بس بتبقى مش خليها قوي. تتهري سنه كمان. بهريها انا بقى في الخضار. وهعمل انا معاكم بحب بقى، اللحمه دايبه. مين بيحب هعمل اللحمه معاكم دايبه بقى اسمه احنا هنعمل ايه في الخلاط، كوكتيل. اعمل خلاط في هتستعملي كوكتيل. ايه؟ يعني عايز بصوا كده، ده الفاكهه اللي عندي، كيوي وموز وتفاح، وعندي عصير مانجا وخوخ، وعندي عصير تفاح. فبصوا التفاح يا جماعه لازم تبقوا مقشرينه عشان ما تقعدوش بقى ايه تصفوا الجو ده. هضربه دلوقتي وهرجع اوريهولكوا عشان مدة الفيديو. بصوا كده، ده عصير المانجا والخوخ وده عصير التفاح. هحطهم بقى في الخلاط معايا. كده انا عملت العصير عمل معايا 3 ازايز والبتاع اللي هناك ده. بصوا اهو. احلى حاجه ان هو في كل حاجه انا بنتي ما بتاكلهاش عشان ايه ترضى تشرب، وهي بترضى تشرب يعني. فبصوا اهو، وده بتاع الفطار. هحط دول في التلاجة، في كل يوم هاخد واحده لحد ما يخلص عشان الفاكهه كانت هتبوظ اصلا عندي. وعملت الرز وعملت لسان عصفور وعملت البسله، طبعا اللحمه مسلوقه، فهحط بقى واوريكم في الاخر. بصوا الرز اهو والبسله اهي مستويه الحمد لله، ولسان عصفور بحب عليه ليمون والزيتون ايه والعصير. الاكله دي زي ما بقول لكم هتقعد معايا 3 4 ايام قدام.